السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير. نتمنى انكم تكونوا بصحه جيده وتكون النفسيه ديالكم مزيان. اخيرا فيديو جديد من بعد ما غبرت من شهور، تقريبا 9 شهور. كل مره كنقول لكم في الانستغرام غادي نسجل الفيديو وما كنسجلش، لان مع الاسف كل مره كتخرج لي شي حاجه جديده اللي كتخليني ناجل. بون في هذا الفيديو هذه ان شاء الله غادي نهضر لكم على واحد الحاجه اللي ما هضرتش عليها في الفيديو اللي قبل، اللي هي البلوكاج. كيوصلني بزاف ديال الاسئله بخصوص لي غارون، بخصوص البلوكاج. شكون الجامعات اللي كيقبلوا البلوكاج، شكون الجامعات اللي ما كيقبلوش البلوكاج. اون فيت غير المده اللي غبرت فيها وما درتش فيها دي فيديو على القرايه في بلجيك، بزاف ديال الحاجات اللي تبدلوا في الدراسه في بلجيكا، خصوصا فيما يخص الضامن. فانا فاش كيتواصل معايا شي واحد بخصوص الدراسه في بلجيكا، اول حاجه كنسولو هي واش عندك غارون ولا باغي بلوكاج. علاش كنسول هذا السؤال في الاول؟ لانه من الضروري تعرف، لانه الا ما كانش عندك غارون سولفابل فمن الضروري انك تفكر في البلوكاج، وواش عندك الامكانيات باش انك دير البلوكاج. الى فمن ضروري انك تسجل في احدى الجامعات اللي كتقبل البلوكاج، اللي هما اوناميور، لوفان و لي ال بي. هذه المعلومه الثالثه هي اللي معلومه جديده، ان لي ال بي حتى هي كتقبل البلوكاج. في هذه السنه الدراسيه 2023 2024 بداو كيقبلوا البلوكاج. فالعام اللي فات خدمت الدوسي ديال واحد الدري ودفعنا الفيزا البلوكاج، والحمد لله حاليا راه كاين في بلجيكا. في هذا الفيديو هذه غادي نهضر بالضبط على كيفاش ممكن انك دير كونط بلوكي في لو ال بي. فاكثر سؤال يمكن كيجيني هو واش غيخصني انني نبلوكي الفلوس في الكونط ديالي، واش ممكن نبلوكي الفلوس في الكونط ديال بابا، ولا غيخصني انني نبلوكي الفلوس في الكونط ديال الجامعه. فالجواب على هذا السؤال هو غيخصك انك تبلوكي الفلوس في الكونط ديال الجامعه، ماشي في الكونط ديالك وماشي في الكونط ديال باباك. كيفاش ممكن انك تبلوكي واحد لو كونط في هذه الجامعه هذه؟ فبالنسبه لليو ال بي كما قلت، حيت الفيديو هذا غيكون على اليو ال بي، فغادي تدخلوا لواحد الرابط اللي غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. فاش غتدخلوا لذاك الرابط هذاك غادي تلقاو واحد الفورمولير اللي خصكم تعمروها. اون فوا كتعمروا ديك الفورمولير هذيك، هما كيفاليديو الفورمولير، فغادي يصيفطوا لكم واحد الايميل. داك الايميل غيقولوا لكم سي اوكي، حنا درسنا الفورمولير، سي بون كلشي هو هذاك. فغادي خصك دابا انك دير الكونطرا ديال الكونط بلوكي، تسنيها ودير فيها لا داتيتو، يعني تامبريميها تسنيها، ومن بعد غادي نتا تسكانيها وتحطها ليهم في الكونط ديالك. ومن غير هادشي بيان سور غيخصك انك تحط ليهم بروف دو بيمون، بمعنى هما فاش غيصيفطوا لك داك الايميل مع الكونطرا غادي يصيفطوا لك حتى المعلومات فين ممكن انك انت تصيفط ليهم دوك الفلوس هادوك مع المبلغ كامل اللي خصك انك تصيفط ليهم. شحال هذا المبلغ هذا غادي نهضروا عليه من بعد. اون فوا كتمشي لابونك، كتعطيهم ديك الكونطرا، يقدر انهم يطلبوها لك، كتعطيهم ليتر دادميسيون ديالك في ديك لونيفرسيتي، اي كتعطيهم داك المبلغ اللي طالبه لك الجامعه، وكتحطو في الاسم ديال ديك الجامعه هذيك. وسؤال اخر اللي كيجيني هنايا ما بين قوسين هو واش ضروري انا اللي نحط الفلوس يعني من الكونت ديالي، خص يكون عندي كونت بانكير، ولا يقدر بابا ولا خويا هو اللي يفيرسي دوك الفلوس؟ فالجواب هو يقدر اي واحد يفيرسي دوك الفلوس للكونت ديال الجامعه، ولكن من الضروري انكم تقولوا للجامعه يكتبوا واحد نيميرو دو كومونيكاسيون اللي الجامعه كتكتبوا لك. داك النيميرو دو كومونيكاسيون به هو بالضبط باش كيعرفوا انك انت بالضبط اللي رسلتي داك المبلغ هذاك، ماشي شي واحد اخر. يعني خص ضروري انك تاكد على هذاك اللي خدام في لابنك باش انهم يكتب داك النيميرو دو كومونيكاسيون ويرد البال انه ما يغلطش فيه، حيت الا غلط فيه غادي يخصك ما هي وما لونها باش تحل هذا المشكل مع الجامعه. فكما قلت ممكن اي واحد، يعني حتى باباك من الكونت ديالو يصيفط دوك الفلوس هذوك، غير هو غيخصو ضروري يدير داك النيميرو دو كومونيكاسيون باش بيه كيعرفوا كانك نتايا بالضبط اللي رسلتي داك المبلغ هذاك. فاون فوا كتصيفط دوك الفلوس وكتحط بروف انك صافي صيفطتي الفلوس في الكونت ديالك في الجامعه، صافي كتستنى حتى هما كيوصلوهم الفلوس. جو بونس على اون سيمين دو سيمين ماكس كيوصلوهم دوك الفلوس. صافي هما غادي ديك الساعات يصيفطوا لك واحد لاتيستاسيون اللي هي اللي كتدفعها مع الدوسي ديال الفيزا ديالك كوم بروف انك انت سي بون راك درتي واحد الكونط بلوكي في لونيفرسيتي، وغيكون هو المصدر ديال العيش ديالك تما في بلجيك. وغالبا فيزا ديال كونت بلوكي يعني بالبلوكاج كتكون 100%
اكور من غير الى مثلا ما جاوبتيش مزيان في الكيستيونير ولا شي حاجه. باغ كونطخ الكارون يقدر يكون غير واحد شويه داك المبلغ ناقص على الصالير اللي طالبين، يقدر يديروا لك شي مشكل. فهادشي اللي كاين، هادو هما المعلومات الاساسيين اللي خصكم تعرفوهم. يعني هادو هما لي زيتاب، ما كاين شي حاجه اللي معقده. كما قلت اول خطوه ديروها هي انكم تدخلوا داك الرابط اللي غنخلي لكم في صندوق الوصف، غتعمروا الفورمولير. من بعد الفورمولير هما غيصيفطوا لكم ايميل انهم فاليداو الفورمولير، غادي غيصيفطوا لكم الكونطرا مع المعلومات فين تصيفطوا الفلوس، غتمشيو للبنك غتفيرسيو الفلوس مع النيميرو دو كومونيكاسيون ديالكم، غيعطيوكم واحد البروف من البنك غتحطوه ليهم في الكونت مع ديك الكونطرا سيني اي داتي. وغادي تستناو حتى يجاوبوكم يصيفطوا لكم لاتيستاسيون هما فاش غيوصلوهم الفلوس. هاد العمليه هذه كامله غادي تاخذ لكم 3 سيمانات ماكسيموم، وحتى في السيت راهم كاتبين ان خصكم تردوا البال ان هاد العمليه هذه خصها على الاقل واحد 3 سيمانات. بيان سور من غير الا كانت عاد شي حاجه اللي مثلا لقاو انها ماشي هي هذيك في الفورمولير، راه يقدروا انهم ما يفاليدوش الفورمولير من الدقه الاولى، غيقولوا لكم خصكم تدخلوا وديروا شي موديفيكاسيون مثلا في داك الفورمولير، خصكم تدخلوا ديروا ديك الموديفيكاسيون وترجعوا تصيفطوها لهم وهما عاد غيفاليديو داك الفورمولير، عاد يصيفطوا لكم الكونطرا ديال كونت بلوكي. فهذا بالنسبه شنو هما المراحل اللي غادي تدوزوا منهم باش ديروا هذا البلوكاج هذا. ندوزو دابا الشق الاهم بالنسبه لكم اللي هو المصاريف ولا شحال غادي تحتاجوا ديال الفلوس. اول حاجه بلجيك محدده ان المصروف ديال الطالب في بلجيكا هو 789 اورو في الشهر، بمعنى ان ديك 789 اورو هي اللي غادي تقدر تكري بها وتاكل بها وكل شيء. وهاد 789 اورو راه كنقولها لك دابا 2023 2024 هذا هو المبلغ اللي محددين، ولكن فاش يدخل 2024 وغنبداو نخدموا على السنه الدراسيه 2024 2025 تقدر تبقى هي، وكما تقدر انها تتبدل يعني تزيد، لان دابا كلشي كيغلى بيان سور، فضروري ما كيزيدوا لكم واحد شويه، لان مثلا قبل ما كانش 789 ما عقلتش شحال كانت مي ما كانش نفس المبلغ، دونك تقدر تبقى نفسها 789 تقدر تبدل. بون ديك 789 اورو شهريا غادي تضربوها في العدد ديال الشهور اللي نتوما دايرين في الكونت ديالكم، كونت بلوكي يعني اللي محددين في داك الفورمولير. مثلا الطالب اللي كنت خدمت له الدوسي ديالو ديال الفيزا العام اللي فات، درنا 13 ديال الشهر، ما عقلتش في الاول جو بونس كنا درنا 12 زعما على اساس عام. هما عطاونا واحد الفيدباك قالوا لنا لا خصكم ديروا 13، الوغ درنا 13. دونك ديك 789 اورو كضربوها في 13 كتعطيكم شي 10245 اورو جو كخوا. المهم انا غادي نتاكد من بعد وغادي نخليكم هنايا بالضبط شحال غادي تعطيكم، زائد كتزيدوا 150 اورو هادو لي فري ادمينستراتيف، يعني باش كيدرسوا داك الملف ديالك ديال البلوكاج ما كيرجعوها لكش بيان سور، زائد واحد لاسيغونس اللي ضروري انك كتخلصها واللي ضروري حتى هي الفيزا اصلا، فهما كيجمعوها لك مع البلوكاج اللي كتخلصوا فيها جو بونس 235 اورو. ف 10245 اظن، زائد 150 اورو لي فري ادمينستراتيف، زائد اسيغونس اللي هي 235. فوالا دونك هذا المبلغ هذا كيعطينا شي 10600 وشي حاجه. حتى من بعد نكتب لكم هنايا شحال المبلغ بالضبط. هذاك هو اللي غيخصكم انكم تبلوكيو في لو كونت ديال الجامعه، هذاك هو المبلغ اللي خصكم تصيفطوا للجامعه، يعني ما خصكمش تنقصوا منه حتى شي سنتيم، هذاك المبلغ بالضبط. ففي حاله مثلا انكم نتوما صيفطوا وكنتو صيفطوا اكثر، باغ اكزومبل هي غير 10600 وشي حاجه، نتوما صدقتوا صيفطوا 7000 مثلا، فمن حقكم انكم كديروا لا دوموند باش هما كيرجعوا يصيفطوا لكم دوك الفلوس اللي صيفطوا ليهم زايدين. دونك فوالا هادشي هو اللي خصكم تعرفوه. غير مثلا سؤال اخر اللي كيجيني، واش دوك الفلوس ديال البلوكاج كيرجعوهم لينا ولا لا؟ كيرجعوا لكم فلوس ديالكم اللي بلوكيتو، ولكن ديك 789 مضروبه في 13 شهر هي اللي كترجع لكم، يعني كل شهر كيفيرسيو لكم 789 اورو لمده 13 شهر. اما ديك 150 اورو زائد ديك 235 اورو ديال لاسيغونس هذيك ما كترجعش، لان 150 اورو هي رسوم دراسه الملف، وهذيك 235 اورو هذيك خلاص هذيك راها اسيغونس، دونك راه ما كترجعش لكم. فوالا هادشي اللي كاين. وسؤال اخر اللي كيجيني، يمكن هذا هو اخر سؤال فيما يخص البلوكاج، هو واش يعني رسوم التسجيل داخله في هذا المونطون اللي ديال البلوكاج اللي كنبلوكيو في الجامعه.
بون بالنسبه لي البي هي كانت واضحه في لو سيت ان هذا المبلغ هذا ما دخلش فيه داك المبلغ اللي مخصص للانسكريبسيون ديالكم. يعني ديك 2505 اورو اللي خصكم تخلصوا في العام، هذيك غير خصكم تخلصوها من بعد نتوما بوحدكم، يعني ما داخلاش في البلوكاج. فاذا مازال عندكم شي اسئله تقدروا انكم تخليوهم ليا في لي كومونتير وانا غادي نجاوبكم كاملين ان شاء الله. هكا ناس اخرين يقدروا انهم يستافدوا من الاسئله ديالكم. وفي حاله اذا عندكم مثلا شي سؤال اللي خاص بالحاله ديالكم، شي حاجه ما فهمتوهاش، تقدروا انكم تواصلوا معايا في الانستغرام، وانا فاش نلقى وقت ان شاء الله راه غادي نجاوبكم اكيد. حاجه اخرى غادي نزيدها هي ان بالنسبه للطلبه اللي باغيين انا نتكلف لهم بالتسجيل ديالهم، يعني انا نتكلف بالدوسي ديالهم، يقدروا انهم يتواصلوا معايا في الانستغرام، وديك الساعات انا غنتواصل معاهم ان شاء الله. يكفي انكم تقولوا لي انا بغيت تكلفي ليا بالدوسي ديالي، مشات لي الكلمه، وديك الساعات انا غادي نتواصل معكم ان شاء الله. كنتمنى لكم كل التوفيق، تمنوا لي بدوركم التوفيق. نتلاقاو في الفيديو الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.